تعالوا اعرفكم على نوع حلو طعمه حلو قوي، وكمان مكوناته ان شاء الله تبقى موجودة عندكم كلكم في البيت. طعمه كريمي قوي وغني ولطيف بجد، يتاكل دافي شوية بيبقى طعمه حلو، كمان لو اكلتوه ساقع بيبقى طعمه رهيب. ان شاء الله استخدمت كوبايتين من اللبن، وحطيت عليهم 3 معالق صغيرين من النشا ومعلقة كبيرة من الكريم شانتيه. قلبتهم على البارد، بعدين رفعتهم على النار. اول ما تقل اخدت جزء منهم حوالي 4 معالق كده كبار، وبعدين حطيت عليه معلقتين من القشطة، وحطيت عليهم قطعتين من الشوكولاتة، يكون شوكولاتة حليب او اي حاجة تفضلوها. ولما حسيت ان لونها كان لسه يعني خفيف شوية، زودت معلقة كبيرة من شوكولاتة سبريد. قلبتهم مع بعض لحد ما اللون ظبط، وبعدين جيت في كوباية وحطيت فيها شوية من البسكوت المتكسر، وعليهم بقى طبقة الكريمة البيضاء او المهلبية، وعليهم طبقة الشوكولاتة الأخيرة. سقعتها في التلاجة، وشوفوا يا سلام، طعم حلو قوي قوي قوي، بتعجب الولاد جدا، كمان الكبار طبعا هيعشقوها. سهلة ومكوناتها ان شاء الله موجودة في كل بيت، ولذيذة ومختلفة شوية.